يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما رجعنك وارفع مكانك انت ربي يا متحدثا بجبروتي إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم الجامع الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا قريبا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاسدا ولا عزيزا ولا عنيدا اللهم واجب علينا بالرحمة والبركة منك والحكمة الثواب والحكمة ونسألك اللهم علم الكافرين وإنابة المؤمنين وإخلاص المؤمنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملا أركان قلبك أنت لا في قلبي معرفتك حتى عرفك حتى معرفتك كما ينبغي أن تعرفني وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أشرف الصلاة عليه سرورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وبشر بها همومنا وبشر بها ذنوبنا وقف بها ديوننا واسر بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وجب
توبتنا وغسل بها رغبتنا وانصر بها وجدتنا ونير بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وأنم بها غربتنا واجعلنا نورا بين أيدينا وفي قلبنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن ذاتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلنا يوم القيامة على رؤوسنا وسير بها يا رب موازين حسناتنا وأدم ملكاتنا علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عابدون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا نفرق بيننا وبينه حتى تذكرنا ولنا وتاوينا إلى جوارح الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره ومجدنا اللهم برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على جنته وتوفنا على ملته واجرنا في زمرته النادية ويرضي المبلغين ونفعنا بمن دورت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا تدع ولا مالا ولا بديلا وأوردنا روضه الأزبا والجنات باسل الله ويسر علينا زيارته عليك وعليه صلى الله عليه وسلم بأمر أنت بيتنا وعدم علينا إقامته بأهلك وعليه صلى الله عليه وسلم إلى نتوفى اللهم إنا نلتزم به إليك إذ وهبته شفعاء إليك ونبصر به عليك إذ وهبته ونبصر بغيره عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشوف إليك يا رب تزود قلوبنا وغسل ذنوبنا ونور آمالنا ومساد آمالنا ونقاصنا من ذاته وحكمنا على المظالمات فنعم المجتمع إليه أنت يا رب بك تنتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى قبرك نتوكل في سلائنا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا اللهم وإلى جنات رسولك صلى الله عليه وسلم تجنب ولا تبعدنا وببابك نكب ولا تكررنا وإياك نسأل ولا تولينا اللهم تضرعنا وعلم ذنوبنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الغير مآلنا وأكرم بزيادة أعمالنا وأكرم بسعادة آجالنا هذا ذلنا دائر بين إليك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتقبنا ولا يسعنا إلا أبوك فاعف عنا يا غير معبود وأكرم مسعود إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تدعو بهذا الفؤاد فإنه مرجو الإجابة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعز عهده وذمته ونزل حزبه ودعوته وكسر تاويله وفرقته ووارى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم إني أسألك الاستمساك بسنتي وأعوذ بك من الإنحراف عما جاء به اللهم إني أسألك من غير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أعصمني من شر الفتن وعافني من فتن الجهل وأسلم مني ما ظهر وما بطن وليت قلبي من الهجر والحسد ولا تجعل علي سباعة لأحد اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك بسيدي ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد بالكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والبلد بالصواب في كل مدة والعدل بالأدب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد بالبغي والغنى والتواضع بالقول والفعل والذكر والعدل اللهم إنني ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك من عبدك وما كان لغير خلقك فتعمله عني وأكرني ببذلك لك واسع المرجع اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بداعتك بدني وخلص من الفتن السرية وشغل بالانجوار فكري واتني شر وساوس الشيطانية واعذرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم إني أسألك من غير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وإيجاد الفتن وتداول أهل القراءة علي واستدعائي إياي اللهم اجعلني منك في إياس المدينة وإرث حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي وابا اللهم اجعلني منك في إياس المدينة وإرث حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي وابا اللهم اجعلني منك في